السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناة لا فيدا نويسترا في موضوع آخر في فيديو آخر مرة أخرى، وشكرا جزيلا لكم. إذا هذا الموضوع هذا أو هذا الفيديو هذا غنطرقوا فيه لجوج ديال المواضيع رئيسية ومهمة. الموضوع الأول هو قضية بوكريشة. بوكريشة غنطرقوا الموضوع شنو اللي قال المحامي، شنو هي مدى الخطورة ديال الاتهامات اللي متهم بها، وشنو غدا يقدر يوقع، وشنو أفادت الخبرة الجهاز القضائي. واش هاد الخبرة هادي غتلعب شي دور في هاد الملف هذا، أم الدور ديالها هو دور خفيف؟ إذا الموضوع الثاني ديالنا هو حروبات الجمعوي مع اللي كيقول لهم هما أعداء الوطن وأعداء الخير. وغادي نبينوا لكم بعض المغالطات اللي رغم أن كل شيء وضح، ما يمكنش نغطيو الشمس بالغربال. شفنا الضرب في عرض النساء، شفنا انه كيجبد النساء اللي ما عمرهم ما كيعرفهمش وما عمرهم هضروا عليه، شفنا بان اي شخص ما كيبقاش منه ليه، اي شخص كيبغي يقلب ليه على الاخطاء اللي كيدير، اول حاجه كيمشي كيضرب ليه في العرض ديالو، كيضرب ليه في الزوجه ديالو، كيضرب ليه في الابناء ديالو. فهذه اذا طريقه اللي كيسميوها في الرياضه الضرب تحت الحزام، اللي هي ممنوعه. وكنعرفوا بان هذا الجمعوي يستبيح كل شيء. اذا نبداو على بركه الله. خرج لنا المحامي ديال بوكريشه، قال لنا بان هناك بحث او هناك دراسه للملف في جوج ديال المحاور. المحور الاول هو الشكل، والثاني هو الموضوع. بزاف ديال المتتبعين ما فهموش هذه القضيه اللي تكلم عليها المحامي ديال الشكل وديال الموضوع، لانهم قال لهم بانني انا ما عنديش، ما كنخدمش غير في الموضوع وكنخدم في الشكل. غنشرح لكم شنو هو الشكل وشنو هو الموضوع. الموضوع هو التهمه اللي متهم بها بوكريشه ديال اهانه القضاء او اهانه مؤسسه او اهانه مؤسسه الدوله، وعلاش قالها، وفين هو الفيديو اللي قالها، وشنو هما الكلمات اللي نطق بهم، واش قصد ولا ما قصدش. هذا هو الموضوع. اذا الشكل، راهو لي الشكل شنو هو. المحامي تكلم قال بان الشكليات او دراسه الملف من الناحيه الشكليه هو مهم جدا، وفعلا هو مهم جدا. اذا شنو كيقصد المحامي دراسه الملف من الناحيه الشكليه، وعلاش كيركز المحامي على الناحيه الشكليه؟ شنو هو الشكل؟ الشكل هو ان واحد الملف كيكونوا فيه بزاف ديال الحوايج اللي كنعطيوهم للقضاء، وبزاف ديال المساطر اللي كنديروهم. هنايا المساطر خصها تخضع لشكليات اللي محددها القانون. فمن ناحيه ديال الشكل، الا كانت شي شكايه اللي ما كتستوفاش الشروط ديالها، ما مكتوباش بطريقه قانونيه صحيحه، او ناقصها شي جزء اللي ضروري خصو يكون باش تكون الشكايه، الا كانت شي خبره دارت بطريقه غير قانونيه، الا كانت شي معلومات تخادت بطريقه غير قانونيه وقدمت الى القضاء، الا كان مثلا في قضايا اخرى، الا كان شي احتجاز او مثلا نعطيكم انا غير كمثال. مثلا الشرطه كتدخل لواحد البيت وكدير واحد المداهمه وكتخرج منه ادله على داك ان كانت في مثلا، كانت داك البيت كانت فيه عصابه. فملي كيحاكموهم من الناحيه الشكليه كيشوفوا واش الشرطه احترمت الشكليات، يعني واش هذيك المداهمه ديال داك المنزل كان عندهم امر من موكيل الملك، واوقات المداهمه، وكيفاش تمت المداهمه. الا كان شي نقص في هاد المسائل في هاد المداهمه هذه، فكيترفض الطلب، او كيترفض، ما كيتخادش بعين الاعتبار هذيك المداهمه وحتى دوك الادله اللي جبدوا من ذاك المنزل. اذا هذه هي شكليات الملف. كندرسوا الملف من حيث الشكل، وعاد باش كنشوفوه من ناحيه الموضوع. علاش؟ لان الشكل بعض الخطرات يقدر ان اذا لقينا شي خطا في من الناحيه الشكليه، يقدر يدير ابطال هذيك الدعوه العموميه وصافي، والملف كيتارشيفا لانها شكليا ما استوفاتش الشروط ديالها. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا. لذلك يركز المحامي على الشكليات. المحامي قال لكم بانه ضافت شي تهم جديده، او قال لك نقدر نقول لها تحينات او ترفقات بتهم جديده.
هذا لا يبشر بخير صراحة إخواني أخواتي. هذا لا يبشر بخير، لأن كنستافدوا منه أو كنستنتجوا منه بأن النيابة العامة هي مصرة على متابعة بكريشة، وهي شبه متأكدة، عندها اليقين بأن بوكريشا اقترف هذا الجرم هذا أو اقترف هذه الجريمة هذه، لأنه دابا نقدروا نقولوا بأننا تنتسناو غير شي ظروف تخفيف ديال هاد بوكريشا، لأنه عارفين بأنه ديك القصد ما قاصدش الناس المستوى التعليمي ديالهم كيخليهم انهم يخرجوا يديروا اخطاء في اليوتيوب، وبانه راه ما كانش عنده القصد انه يهين المؤسسات. وكذلك ظروف التخفيف لان عنده وليدات، ولان عنده ديك البنيه باقا صغيره. وكذلك ظروف التخفيف لانه ما عندوش سوابق، والله اعلم. انا اللي في علمي انه ما عندوش سوابق، فكنتمناو ان الحكم يكون مخفف. اما بالنسبه للخبره للناس اللي كيبقاو يهضروا بزاف دائما، انا ما غاديش نخرج صراحه، لان خير جواب على الجاهل هو التجاهل. فهاد اليوتيوب هذا بسال بزاف اللي كيخرجوا كيقول لك الخبره، لقاو عنده 50 مليون، لقاو عنده 100 مليون، السارعه رشاها ب 56 مليون سحبتها من الكونت، هذا دليل ناري بوكريشه مشى فيها. فالخبره في هذا الملف هذا شنو هو؟ ملف الضرب في المؤسسات. طالبوا بالخبره على الهاتف. اذا في الموضوع شنو هو؟ في الموضوع شنو هي القضيه؟ هو متهم بالضرب في المؤسسات، طالبوا الخبره على الهاتف. اش قربهم؟ الفلوس والحساب البنكي فاذا هنايا الخبره على الهاتف كيشوفوا واش هو عنده ذاك القصد، واش دائما كيضرب في مؤسسات الدوله، واش عنده شي حاجه في الهاتف ديالو، شي مكالمات، شي فيديوهات اللي تخليهم انهم يتاكدوا بهذا السيد هذا كيضرب في المؤسسات ديال الدوله ديالنا، او كدعموا جهه خارجيه او كذا وكذا. قال لك المحامي بانهم مشاو كذلك الكشوفات البنكيه ديالو وطالبوا بها. ما عليناش، النيابه العامه او عندها الحق انها تطالب بخبره في اي حاجه بغات. فالكشوفات البنكيه كذلك تقدر تبان لهم بانه ربما كتمولوا اجهزه اخرى، او لا قدر الله انه شي ناس كيعطيو الفلوس باش يضرب في المؤسسات ديال الدوله ديالنا. لكن هذوك اللي كيخرجوا كيقولوا عنده 100 مليون، عنده 100 مليون. العيب هو انه لا كانت ديك 100 مليون محصله بطرق غير قانونيه، الا كان كيتاجر مثلا في مخدرات شاف شد ديك 100 مليون، الا كانوا مثلا مصيفطيها ليه جهات غير معلومه اللي ما معروفاش، خصنا نعرفوا شكون هاد الجهات اللي صيفطاتها ليه. اما بالنسبه للارباح ديال اليوتيوب كنعرفوا بان الارباح ديال القنوات ديالهم راه تقدر تجيب لك اكثر من 100 مليون، تقدر تكون عنده اكثر من 100 مليون. ثاني حاجه، السارعه اخذت 56 مليون، هذا دليل. ودخلنا عليكم بالله يا القطيع، وعفوا راه فعلا ما قدرناش نوصفوكم بشي وصف من غير القطيع. ودخلنا عليكم بالله. واحد عنده رصيد بنكي، مرته مشات خرجت 56 مليون، تخرج 100 مليون، 56 مليون، 200 مليون. واش هذا دليل على انه مدان؟ واش هذا دليل الادانه؟ فمرته تخرج الفلوس اللي بغا، لا كان عطيه وكاله وكان عندها الحق تخرج الفلوس اللي بغات، لانها ديال راجلها. المهم هو ان تكون ديك الفلوس محصله بطريقه غير قانونيه، وما عندهم اليوتيوب. كيفاش غادي يكون دليل الادانه مرته رشاها باش تسكت؟ شنو هو هذا الدليل هذا؟ فلا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اذا اخواني اخواتي، بالنسبه لموضوع بكريتا، فغدا المحاكمه. ما غاديش نكذبوا عليكم نقول لكم براءه. كنظن انايا يعني التوقعات ديالي الشخصيه اللي ما يعني انا اللي كنتحمل مسؤوليتها، مجرد توقعات، هو ان بكريشه سيتم ادانته وغادي يتحكم عليه. لكن كنتمناو ان الحكم يكون مخفف، لان جميع المعطيات اللي كتوصلنا كتقول بان الجرم هو ثابت عليه. القضاء هو اللي غادي يقول واش ثابت ولا ما ثابت، لكن هذه غير التوقعات ديالنا من خلال المعطيات اللي كناخذوها من هنا ومن هنا ومن لهنا. ف الله يطلق سراح. وهذا الشيء اللي كاين. غنتقلوا لصراع الجمعوي مع خوك الجوك ومع مراد الوانكم ومع كذلك.
اول حاجه غادي نقول لكم اللي ثارت انتباهي بزاف هو ديك السيده اللي طلعت، قد من طلعتها اللي طلعت عند المنبر الاعلامي شوف تيفي وكتقول لهم انا وانا 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 كنحارب اعداء الوطن. فاش فكرتكم هذه باش تكونوا المتتبع، راه المتتبع خصوصا المتتبعين اللي واعيين، اللي ما كيمشيوش مع التيار، اللي ماشي قاطع، واعيين. فاش اوتوماتيكمون فاش ديك السيده قالت انا كنحارب البوليزاريو صافي عرفوها منين جايه، عرفوها متشبعه بالفكر كذا، او انا كنحارب البوليزاريو. فهذه شو دابا هذه المدرسه، هذه المدرسه الحديدانيه ولات بغات تعطينا، ولات بغات تنتشر. فمن هب ودب غادي يطلع غيقول لك انا كنحارب البوليزاريو، مع العلم اننا النص في حياتنا في اوروبا ما عمرناش لنا شي بوليزاريو، ما عمرو بروفوكانا البوليزاريو. كيكونوا كاع هنايا في مدريد او في فرنسا او كيكونوا مظاهرات ديالهم كندوزو سالمين، ما كاين اللي كيبروفيكينا لا حتى شي حاجه. وكنديروا كذلك حنا كنمشيو للوقفات المنتديات الندوات عفوا ديال الدفاع على الصحراء المغربيه، وما عمر شي واحد جا ضارب معنا، الا الا مشيتي انت دخلتي وبغيتي تستفزهم وبغيتي تصور فيديو بانك كتستفزهم. فهنا اخواني اخواتي اللي كيدافع على التراب الوطني واللي كيحارب البوليزاريو فعلا هو الجيش الرابط في الحدود الجنوبيه للمملكه، هو بزعامه الملك محمد السادس نصره الله وايده. فحيدوا علينا هذيك القضيه ديال انا كنحارب البوليزاريو، لقيتوها مسلكين. فاللي خرج ضدكم كيديروا جرائم كثيره، وملي كيحصلوا كيبدا يقول لك هذاك عدو الوطن او هذاك عدو الوطن. غننتقلوا لقضيه اخرى اللي مهمه بزاف اللي ضحكتني انا باش تعرفوا التناقضات. اول حاجه انت وخوك الجوك، انت وياه، يعني انت موالف كتحقر على الناس اللي ما كيقدروش يدافعوا على راسهم وكيكونوا عندهم شويه ديال. تلاقيتي بمراد الوانكم، تلاقيتي بخوك الجوك اللي عندهم مع هاد النوعيه ديال الحرب النفسيه وهذا الشيء. ف يعني عراو بعض المسائل اللي المتتبع ما كانش عارفه، والدليل على ذلك سيروا شوفوا غير التعليقات ملي كيسالي اللايف ديالو، شوفوا التعليقات كيفاش كتكون التعليقات. يعني بنادم بدا يوعى، بنادم بدا يفهم، بنادم بدا كيعرف الحقيقه. اذا اش جابك لمرته؟ دابا انا بغيت نعرف، هذا سؤال لكم. دابا واحد السيده خارجه على ما كتخرج لا في وسائل التواصل الاجتماعي، ما كتخرج تضرب فيه ما والو، اش جابك لمرته؟ علاش كتعير هذيك السيده او كتوصفها بكذا وكذا؟ فلا حول واش هذه من سمات الجمعوي. ما علينا. الحاجه المهمه اللي بغيتكم تركزوا عليها، ركزوا عليها مزيان. كيطلع الجمعوي كيقول لهم انا كنتحداك، ها هما الروسيات، ها هما بسميتك الروسيات، مع ان الروسي ديال ويسترن يونيون كنعاودها لكم ماشي دليل على النصب والاحتيال. انا عندي روسيات ديال الويسترن يونيون مصيفطينهم لي الناس. واش هذا دليل على انني نصاب؟ نتوما اللي كتفرجوا فيا الاغلبيه ديالكم عندكم روسيات ديال ويسترن يونيون مصورهم لي الناس. اذا ناخذ لكم دوك الروسيات ديالكم ونطلعهم نقول لهم ها هو الدليل على انكم نصابه، ها هو الروسيات. روسي ديال ويسترن يونيون يقدر يصيفط لك بنادم يسلفك، يقدر يصيفط لك الفلوس باش تعطيهم لواحد اخر، يقدر يصيفط لك الفلوس ليك انت كيقول لك هكا هذه هديه، يقدر يصيفط لك الفلوس باش يعاونك، لكن ماشي دليل على انك نصاب. اذا بقاو معايا، ها هو القضيه الواعره اللي غتضحكوا فيها مزيان غنجبدها لكم. فاذا هذا الجمعوي هذا قال لهم تنتحداك الا جبتي لي شي ورقه بانني توصلت بالمبالغ بسميتي. هذا بحد ذاته هي واحد الإدانة في أمور ديال مشبوهة. كنتحداك إلا جبدتي لي شي روسي بسميتي. السؤال اللي كيتطرح، دوك الفلوس الملايين اللي كنتي كتحط فيهم فوق الطابلة على مر هاد السنين هذه اللي كنتي كتمارس فيها الإحسان العمومي، منين كيجيوك؟ ملي كتحداهم يوريوك الروسيات، اذا دوك الفلوس منين كيجيوك؟ اذا لما كانوا سميتك على سميت من كيجيوك؟ اذا دوك الفلوس اللي كانوا كتحطوا في الطابله، الفلوس اللي كتعترف بهم، فلان صيفط ليا، فلان صيفط ليا، محسن، اذا باش من طريقه كيجيوك؟ واش كيجيو بطريقه غير شرعيه؟ كيجيو مهربين من الخارج؟ كيجيو؟ اذا ملي كتحدى يجبد لك شي روسي في سميتك، فين مشاو في هذوك الفلوس؟ فين هما؟ اذا باش تكونوا غير اذكياء شويه وتكونوا. اما حنا ما عندناش الحق اننا نمشيو نقلبوا على بنادم. دائما كنبقاو في الموضوع هذاك مشدود في الحبس، هذاك مدير. فاحنا ما سوقناش فيه حاليا، حنا ما سوقناش لا مراد الوانكم ولا الجوق ولا الجمعاوي،
ما سوقناش مشدود في الحبس، درتي هادي درتي هذاك الشيء. امور كيحاسبك عليها القانون، امور كتمشي سميتو الا كانوا عندك سوابق في النصب والاحتيال. الا كانوا عندك سوابق بالنصب والاحتيال، هادوك راه كيبينوا بانك فعلا عندك سوابق وفعلا انك نصاب. اذا في هذه الحاله علاش غنمشيو حنا نقلبوا هذاك مشدود في الحبس؟ فالموضوع ديالنا حنايا هما فينا هما فلوس هذاك السيد مسكين اللي مقطوع عليه نيفو بمرض السرطان، فينا هما فلوس امي السعديه، فينا هما الفلوس اللي قلتوا بانكم غتفرشوا الدار ديال المهدي او حميد الله يرحمه وغادي تبنيوها. ومشى الجوك لقاها بانها الدار حالتها ما عندهاش لا باب، ما عندها لا طواليط وما مفرشاش. اذا فين الوعود ديالكم؟ هذا هو التساؤل ديالنا، هو التساؤل ديالنا. اما بالنسبه اللقاء الصحفي في شوف تيفي مع مراسله شوف تيفي، فصراحه كان خارج على الموضوع بزاف، وما كانش فيه بعد تحديد الاسئله، ما كانش فيه تحديد الاسئله. يعني واحد السيده كتقول لك بانني تضربت في العرض ديالي وتخرج لي اوديو، فانا كنظن ما يمكنش انهم نسولوها واش قلتي ديك الهضره ولا لا. راه مادام خرج لها الاوديو ديالها وكتقول لك خرج لي الاوديو ديالي فقلتها، فراه قالتها. اذا علاش هذاك السؤال واش قلتي ديك الهضره ولا ما قلتيهاش؟ الموضوع ماشي هو واش قلتي ديك الهضره ولا علاش قلتيها. السيده راه كتخرج كتعترف، كتقول لك انا كنت مدمنه، انا كنت هادي، خرجت هضره وتصالحت مع بنتها. علاش غادي نحييو المواجع وغادي نعاودو نفتحوا الجرح؟ علاش هو جريمه انك تبث لشي واحد اوديو او فيديو ديالو او مقاطع بدون الموافقه ديالو؟ هذا هو الموضوع. علاش بالضبط واش قلتي لا؟ هضروا علاش ما يمكنش، هذه جريمه. ك ك كمراسله صحفيه راه غادي يقدر يكون عندك الامكانيات القانونيه باش غادي تتكلمي على هذه الجريمه، وغادي تقولي لا هذه جريمه ديال بث كذا وكذا وكذا وكذا. فهنايا بزاف ديال الحوايج، مثلا هذوك الناس اللي طلعوا عندها، هذوك الناس اللي طلعوا عندهم حزازات بيناتهم، عندهم حزازات بيناتهم. و ملي كانت كتقول المراسله للسيد بانك نتايا عطيني الدليل، جبد لي الدليل، واش عندك الدليل؟ اذا علاش ما طلبتيش الدليل من هذوك الناس اللي طلعوا حتى هما؟ علاش ما طلع؟ علاش ملي كيقول لك ها هو الدليل نسمعوا للناس ما طفيو الصوت وسمعيه وحلوا الصوت وقولي فعلا راه سمعت الدليل؟ اذا فهنايا الصحافه خصها تكون محايده. كنتمنى انا من هذا المنبر هذا، كنتمنى الصحافه خصوصا الصحافه الالكترونيه، كنتمنى من الصحافه الالكترونيه انها دير ضخ واحد الدماء شابه في البيرسونال ديالها، وانها تحاول تجيب شباب اللي متخصصين في مواضيع في ميادين اجتماعيه واقتصاديه وقانونيه، باش يكونوا دوك الشباب يعطيونا واحد الموضوع او يعطيونا واحد المحتوى صحفي اللي هو معقول واللي هو محايد. فهذه كنتمنى جميع الصحافه الالكترونيه المغربيه. اذا اخواني اخواتي، فهنايا الميوعه ما غاديش نبقاو نتكلموا عليها، ما غاديش نبقاو نتكلموا مع ناس اللي فقط كيحاولوا التملص في الخطابات ديالهم. لاحظتوا بان الجمعاوي ما جاوب على حتى شي سؤال اللي سولاتو السيده. وكان هناك صراحه بعض الحيف، لان الانسان خصو يتسول اسئله محدده تقول لي جاوبني على السؤال صافي. ما بغاش يجاوب على السؤال تتقطع عليه. سؤال جاوب على السؤال. بالتالي اخواني اخواتي، ننتظر غدا ان شاء الله المحاكمه وما ستسفر عليه من احكام، ونتمناو انه يكون حكم مخفف البكريشه، لانه حقيقه هو ماشي ضحيه ديال حتى واحد، ضحيه ديال فمه، ضحيه ديال التهور اليوتيوبي اللي ولاو كلشي الناس كيتهوروا، اللي ولنا كنشوفوا جرائم قاسيه، الضرب في الاعراض، الاعتداء اللفظي والمعنوي على القاصرات، على الشيوخ، على الناس كلهم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان معكم أخوكم أكرم من قناة لا فيدا نوسترا.
من العاصمة الإسبانية مدريد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.